انا لقيت الفيديو اللي فوق ده وحابه اخد رايكم في اللي بيتقال فيه. اسمعوا كده جزء منه وتعالوا نكمل مع بعض. تخيلوا انه هذه كسوة الكعبة، تخيلوا الجمال. كمان يجي معاها شهادة مصدقة انها من كسوة الكعبة، كمان يجي معاها دهن العود اللي يتحط في نفس كسوة الكعبة. دهن العود يندهن على الخاتم وكمان على السلسلة، نفس ريحة الكعبة. كمان لها وجهين عشان لو دخلتوا انه هذه كسوة الكعبة. تخيلوا الجمال. كمان يجي معاها شهادة مصدقة إنها من كسوة الكعبة، كمان يجي معاها دهن العود اللي يتحط في نفس كسوة الكعبة. دهن العود يندهن على الخاتم وكمان على السلسلة، نفس ريحة الكعبة. كمان لها وجهين عشان لو دخلتوا مكان أو شيء. انا بصراحه اول مره تعدي عليا حاجه زي كده، اول مره اشوف قطعه مجوهرات فيها جزء من كسوه الكعبه ومعاها شهاده ومعاها دهن العود اللي بيتحط على الكعبه. وانتوا قولولي بصراحه، لو حد هداكوا بقطعه مجوهرات زي دي تقبلوها ولا حاسين ان الموضوع فيه حرمانيه شويه؟ انا اسمي ساره، كل يوم هقول لكم سر جديد من اسرار المجوهرات. علشان تعرفيه اعملي لي فولو واتفرجي على كل الفيديوهات.